السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي فيديو جديد. قبل أن نبدأ لنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفيديو قمت بإعداده لكل شخص يطمح في النجاح وله رغبة في النجاح في أي مجال آخر ليس بالضبط كرة القدم. يمكن أن تنجح في أشياء أخرى، في رياضة أخرى أو تجارة أو بناء موقع إلكتروني أو تطبيق. لكن لماذا اخترت لكم سر نجاح رونالدو في كرة القدم؟ حسنا إليكم، السر ببساطة لأن رونالدو لم يكن يعلم أنه سينجح، لأن الظروف لم تكن مناسبة له لكي ينجح. رغم ذلك أصبح أغنى لاعب وأشهر لاعب كرة القدم في العالم. إن قصص النجاح غالبا تتشابه في أشياء كثيرة، وطرق النجاح سواء النجاح في كرة القدم أو نجاح مشروع أو شركة أو اختراع. وأهم شيء لكي تصبح إنسانا ناجح عليك أن تحافظ على رغبتك في النجاح، رغم أنك لا تعلم ماذا يوجد في المستقبل، ولا تحاول أن تعرف فقط. حافظ على تلك الرغبة، لأنها هي من ستجعلك تحاول كل يوم وتستيقظ كل يوم. ورغبتك أن تنجح في دراستك، في عملك، في كل شيء. لكن لا تنسى أن الرغبة وحدها لا تكفي، يجب أن تكون الرغبة والعمل. إذا كنت تريد أن تكون لاعب محترف فعليك أن تتدرب كل يوم، عليك أن تتدرب أكثر من منافسيك، عليك أن ترفع من مستواك. إذا بحثت عن رونالدو ستجد أنه كرس وقته في التدريب يوميا مدة 5 ساعات أو أكثر. كان يأمن أن التدريب المستمر سيقوده نحو النجاح، فعندما يحين وقت المباراة يجد نفسه سريعا من خصمه، يصل للكرة أولا ويترك المدافعين ورائه. وأكيد تدرب على مراوغات عديدة يوميا لكي يتجاوز خصمه. هذه نقطة مهمة في عالم كرة القدم، وهي المراوغة. إذا لم تتدرب على المراوغة والسرعة فلن تكون لاعبا يذهل الجمهور. ولن ننسى التمريرات. تذكر، رغم سرعتك ومراوغتك للاعبين، لا تنسى أن كرة القدم ليست للاعب واحد فقط. أنت لست وحدك، أنت مع فريق. يجب أن تمرر الكرة لأصدقائك، فهم من سيساعدونك في الوصول إلى شباك الخصم ويمررون لك الكرة لتسجل حتى تنجح. تذكر أن لا تكون أنانيا، فهكذا ستخسر أصدقائك وسيتخلى عنك المدرب والجمهور وتكون قد خسرت كل شيء. اركض وراوغ ومرر الكرة، فأكيد ستعود إلى قدمك على الفور وستسجل هدف شاركته مع فريقك. هكذا ستكون قد كسبت حب الفريق وحب الجمهور وحب الجميع.